عليكم متابعي القناه، مرحبا بكم في فيديو خاص بزياده الوزن. هاد المره جبت لكم مكونات وصفات غتزيدوا غتكتسبوا ليها الوزن بسرعه. كيف ما كتشوفوا عندنا دانون بيرلي، زنجلان بعد ما تحمر، عسل حر، اللوز اللي بعد ما نقيته وغسلته وحمرته حتى هو، نيتولا بلا ما نقول لكم غنيه بلي كالوري. اللي بغات تعوض نيتولا بشي حاجه اخرى تعوضها بالشكلاط ديال ماروخه تذوبوا في حمام مريم. العسل كيف ما كتشوفوا عندي العسل الحر جوج ديال الانواع. هاد العسل جبتها من عند مزرعه ديال الوالد ديالي اللي كيبيعها، عنده جوده جد عاليه، كترعى من شجر الزيتون وشجر اللوز. ووحده عندي ديال زيت الحلبه، كنظن اللون كيباين والاختلاف كيكون باين. هادي عسل حر، وكننصحكم باش انكم ديروا عسل حر، يعني كل واحد شنو تيوافقوا على حسب الامكانيات ديالو. غنتلاقاو مع اول وصفه واللي هي بيرلي وجنجلان واللوز بعد ما نطحن اللوز. اول وصفه اللي غنفطروا بها ان شاء الله، يعني بعد ما نتناولوا الفطور، يعني ما ناكلوهاش قبل الفطور، يعني حتى ناكلوا نشبعوا وناكلوا يعني مكونات. كنفضل انني نعمل في الفطور على الاقل واحد كاس الحليب ونطحن فيه بنانه، وتاكل يعني بيضه مسلوقه ولا مقليه في زيت البلديه، يعني والواحد ياكل تميرات، يحاول يعمل واحد الوجبه اللي هي متكامله. يعني ماشي غنعملوا هذه الوصفه ونقولوا غنكتسبوا الوزن بدون ما نحاولوا نفطروا. غنعملوا كيف ما كتشوفوا ملعقه ديال هذا الجنجلان طحنته، غادي نديرها في بيري كيف ما كتشوفوا بحال هكا. يعني ما نحاولوش نخليو المكونات تغلب على دانون، يعني دانون دائما يكون نحافظوا على النكهه ديالو. وغادي ناخذوا هذا اللوز حتى هو طحنته، كلشي غنحتفظوا به. يعني في الصباح غيجينا ساهل، يعني حدوا في الاول كنتحدوا شويه مع الطحين، اما نحاولوا نعملوا كميه اللي هي تكون كثيره، يعني باش ما تهدبوش. غنعملوها في بلاستيك، جبانه البلاستيك، ونحتفظوا بها في مكان جاف. كما كتشوفوا اللوز ناخذوا ملعقه كبيره وغادي نعملوها حتى هي، ونخلطوا المكونات كيف ما كتشوفوا، ونخليكم مع الوصفه الثانيه ان شاء الله. بالنسبه للوصفه الثانيه غنعمل فيها ملعقه ديال الشكلاط نيتولا. غادي نعمل فيها الجنجلان اللي هو مطحون فقط. هذه يمكن نستعملوها في الصباح ونستعملوها حتى بالليل. يمكن نستعملوها 3 المرات على حسب الامكانيه ديال الاستطاعه ديال كل واحد. يعني الا عندك المكونات موجوده حتى تغدى عاد استعمل، يعني دائما ما بعد الاكل، يعني ما نعملوهاش قبل باش ما تسدناش الشهيه. وكذلك عندنا العسل اللي حتى هو غنعملو معاه زنجلان. زنجلان مهم واللي كنعيطوا له سمسم. الصراحه مفيد بزاف وغني لي كالوري، وكنسمع عليه بانه كيزيد الوزن بطريقه فعاله. يعني كما غنعملوا ملعقه الشكلاط وغادي نخلطو تتولي على شكل كره ونتناولوها. هاد الوصفه كيعملوها حتى الناس اللي عايشين في الصحراء، صحراويين، كيعملوا الوصفات مع الشكلاط ويديروا كويرات وكيتناولوهم، وحنا تنقولوا علاش هما عندهم اكتساب الوزن. وزعما وكاين الناس اللي ما كيعرفوش السر ديال كيفاش كيكتسبوا الوزن. جبت لكم الوصفه. بالنسبه للسيرو بيرفيتال، يعني كنت ذكرت لكم هذا السيرو كنستعملوا للولد ديالي، يعني وليت كنتناولوا معاه، يعني كيعاودوا عليه كيفتح الشهيه. صراحه كينعس الايام الاولى، يعني كينعس مده يومين تقريبا، ولكن صراحه كيفتح الشهيه. يعني بالنسبه لي كيعاني من نقصان في الشهيه وما غيقدش يتناول هذا الشيء، يعني انا بالنسبه ليا استعملت هذه الوصفه وكنشاركها معكم لانني مجرباها. وبالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا الوزن من 3 كيلو حتى 4 كيلو، ولكن غيديروا نظام تغذيه اللي هي شويه يبقاو يركزوا على الفطور والغداء والعشاء ضروري. وهذا 3 ديال الوصفات اللي عطيتكم يعني غيديروهم مثلا في الصباح والعشاء. دانون مع الزنجلان، وكنفضل حتى هو يكون بالعشاء، يعني حتى الاخر ديال العشاء ويتناولوه. يعني هاد الوصفات ب3 منعاود لكم شحال القيمه الغذائيه اللي فيهم، وكنتمنى يعجبكم، واللي عجبو الفيديو يدير جيم. وشكرا للمتابعه ديالكم.